عندك في جلوس عامل حاجه غريبه قوي كده، عامل ويتنج اريا، اوضه كبيره كلها ازاز شفاف، قاعد بتتفرج على الاماكن بره والناس والعربيات اللي جوه المكان. عاملها كده ليه يعني؟ عشان الناس تشوف احنا قد ايه مهتمين بالعربية. ما عندناش حاجة نخاف منها بنعملها. تبقى انت قاعد شايف عربيتك، وفي سايكل بقى جوه يعني معمولة في احترافية. انت بتخش العربية ليها عدد ساعات معين لازم تتعمل فيه. العربية بتخش الأول عندنا بتتغسل، بنستلمها منك كويس جدا. بعد كده بتخش حاجة اسمها البوليشنج، بتعمل لها بولش عشان تبقى العربية السطح بتاعها نقي، مفيش أي يعني أي مشاكل من تراب او التخزين رمله أو او حاجه. التراب وفترة الشحن بتاعتها. لازم العربية بتتنقى كويس جدا، لأن ده كمان بيساعدني إن أنا الأوتبوت بتاعي بيطلع كمان بشكل أقوى. امم. في ناس بتعتمد على لمعة البروتكشن، يعني البروتكشن بقى فيه لمعة، امم. في لا بيدي لمعة. ففي طبعا دخل على طول الزق البروتكشن طب بعد فهيطلع. البولش؟ لا انا لازم العربية تاخد البولش بتاعها وتبقى العربية داخلة نقية جدا، مفيش اي شواهب، مفيش اي زفارة، يعني امم. مواضيع بتبقى عشان بس مش عايزة تكبرها اه. للناس، بس ان العربية تبقى داخلة صافية، نضيف. نظيفة جدا. ايه بعد البولش؟ تاخد بقى مرحلتها ان هي بيبدا الاجزاء اللي تتفك فيها، تبدا الاجزاء بتاعتها تتفك، ونبدا بعد كده على طول في مرحله تركيب البروتكشن. بعد كده الاجزاء اللي اتفكت منها بتبدا تركب، وتبدا العربيه في مرحله الفينش عشان العميل يبدا يستلم. الناس اللي بتعرف تشتغل او الايد العامله اللي في البروتكشن امم. سهل، عرفت تلاقيها، وخصوصا ان دي صناعة او شغلانة ملهاش كتير في وقت عندنا. امم. عرفت تجيب ناس تطمن وهو ماسك القطر كده على صاج العربية؟ طبعا كانت توفقنا طبعا ان كانت في ناس موجوده شاطره، وفي ناس طبعا علمناها. ودخلت انا في الحته بتاعت انا عايز انا اطلع انا الناس النشء بتاع من عندي انا. امم. لان انا زي ما بقول لك، هي البروتكشن ليه مدارس في التركيب، ليه مدارس في كل حاجه، يعني كل مكان ليه التكنيك بتاعه وليه طريقته. ففي ناس طبعا علمناها، وفي ناس كانت موجوده اكفاء كتير يعني. ف... ف... طب هل البروتكشن ده بيبقى للصاج بس ولا الازاز كمان بيبقى ليه بروتكشن؟ لا الازاز ليه الويندو تنت، ده اللي هو العزل الحراري. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيفيد جدا في الصيف، بيعزل الحرارة وبيعزل الأشعة اللي فوق البنفسجية، وبيخليك بتخش العربية انت لو في ساحل او في جونة ولابس مايو. ما تتلسعش؟ ده مش هتتلسع لو مركب ويندو تنت. لو مش مركب ويندو تنت تلاقي بقى ان انا بتلسع. فعشان كده تبدأ تعرف الفرق بين ان انا مركب ويندو تنت وايه الافادة اللي انا استفدتها. هل ده غلط في قوانين المرور او حاجة ان انا اركب؟ لا هو في من الترانسبيرنت للسوبر دارك، يعني احنا عندنا منه تقريبا 6 او 7 درجات. حسب الدرجة اللي راكبة في العربية اوريدي لا انا يعني. ممكن لو انت ما عندك، لا يعني في عربيات بيبقى الجزء الوراني بيبقى عليه ويندو تنت. عليه ويندو تنت، وفي الرخصه انت ما عملتش زجاج حاجه. ملون. زجاج اه. ملون، انت ما عملتش حاجه مخالفه يعني للقانون. اه. قدام، طب انا عايز اعزل قدام بس مش هقدر ان انا اغمق، فهنحط ترانسبيرنت اللي هو الشفاف. اوكي. ايه اغرب حاجة قابلتها وانت بتستلم عربية من عميل او مع عميل عندك في جلوس؟ ان طبعا بيبقى في عربيات هو جايب العربيه زيرو وحرام يعني بيلاقي ان عربيته رشه، اه. فيها حته رشه. مواقف تانية، يعني بيبقى في مواقف كتير، وفي حاجات بتبقى حاجات مضحكة. ان هو جاي مش عارف هو ايه البروتكشن ده، يعني انت هتعمل ايه؟ انا عايز اعمل عربية عندك وخلاص، هو انتوا بتعملوا ايه بقى؟ فدي من المواقف المضحكة ان في ناس في ناس كتير والله ما... تايه. في ناس كتير ما تعرفش البروتكشن ده طب انت هتعمل لي ايه؟ يعني طب هو ايه الفرق بين البروتكشن والنانو؟ لا الفرق كبير. ايه الفرق بين البروتكشن والنانو؟ لا النانو ده حلو، سؤال حلو ده. النانو ده آه، ليكويد. لا فهمني يعني ايه ليكويد يا ابو. يعني سائل زي الميه. فانا بحط على السكوجي على السفنجه، وببدا امشي بطريقه معينه عشان يبدا يخلي العربيه بتلمع. في طبعا لكن ما فيهوش حمايه مش زي البروتكشن. يعني هو لميع، يعني في طبعة لميع؟ تخلي العربيه بتلمع على طول، وبيمنع الهيلوجرام اللي هو اللي عارف انت مع اه، الوقت الدوامة دي. تلاقي العربيه بقت فيها دواير دواير. اه.
النانو بيمنعه. بس لو احنا زي ما كنا بنتكلم، لو واحد ماشي بمسمار مش مفتاح، هيحمي لا ما هو ما فيش، ما هي حاجة. طب هو ينفع اعمل نانو فوقي بروتكشن لا في طبعا. العربيه؟ لا طبعا. ليه بس؟ لا العربيه ليه تلمح يا بقى مش... ده؟ ما هو انت بقى، انا معايا فلوس كتير. ما هو احنا ليه مسميين جلوس؟ لان احنا قبل ما نيجي نعمل جلوس اخترنا ايه الماتيريالز اللي احنا هنشتغل بيها، ايه نوع الماتيريالز اللي احنا هنشتغل بيها. اكتشفنا ان انت لما كل ماتيريال بيبقى ليها السبيكس بتاعتها. وبالمناسبة كل براند عنده الايكونومي وعنده البريميوم، زي العربيات، في السبورت وفي اللكجري اه، وفي البريميوم، الاكسكلوسيف وبتاع وفي اه. كل الحاجات دي نفس القصة في يعني في اسعار متفاوته وكواليتي متفاوت، بس كلهم اوريجينال. اه طبعا هو براند واحد عنده البريميوم وعنده الايكونومي. ايه الفرق؟ الفرق قيمة سعرية. ايه الفرق في الاستخدام؟ الاستخدام ان احنا مثلا في ثلاث حاجات مهمين جدا في الفيلم لازم ابقى عارفهم، اللي هو الهيدروفوبيك ده اللي هو المعالجة الكيميائية، اللي هو انا لو وقع بنزين بويا على عربية، الفيلم عنده المقاومة ان هو يقدر يقاوم وما يتأثرش بالمواد الكيميائية دي.